الشخص الذي انتخبه الشعب واخترناه مسؤولا كبيرا في الدولة يجلس متكئا على كرسيه في مكتبه أثناء توقيعه المعاملات للمواطنين. صدق ما تقول؟ اذهب وأكمل عملك. وأنت أكمل عداتك إلى 100 وتذكر إن لم أكن أراك فإن الله تعالى يراك. إلى 100 أكمل يا بطل. التالي 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 التالي. مقامك هنا مقام تكليف ليس مقام تشريف. تذكر أنك تخدم إنسانا ليس رقما في ملف، والمواطن الذي يقف أمامك هو أخوك في الإسلام، وإن لم يكن كذلك فهو شريك في الوطن. بسمتك صدقة ورفقك أمان، فلا تحرم الناس منهم. اجعل من منصبك سببا لرفعة الناس لا سببا لكسر كرامتهم. نحن الذين انتخبنا ونحن من يزيل. أيها المواطنون، قبل أن تذهبوا لتوقيع معاملاتكم أريدكم أن تسمعوني جيدا. المسؤولون اعتادوا على الاحترام ويتوقعون ذلك من كل شخص يدخل إليهم. عند دخولك إلى مكتب المسؤول لا تطلب حلا لمشكلتك، ولكن اسأل عن الآلية لحل هذه المشكلة، فالطلب يجعلك تأخذ دور المتسول. المسؤولون يحتقرون المتذمر العاطفي ويحترمون المتكلم الموضوعي الذي لا يشذ عن الهدف الأساسي. إذا كان هناك مسؤول لم تحبوه بسبب شكله أو حالته الاجتماعية هذا شأنكم، ولكن يجب عليكم أن تحترموا المنصب الذي يجلس عليه المسؤول. احترامكم لمناصب الدولة هو مفتاح للأبواب المغلقة، فهذا يضع علاقتكم مع المسؤولين في الإطار المهني الصحيح. خلاصة القول: الاحترام الذي تظهره هو عملة اجتماعية تفتح بها الأبواب، والمسؤول الذي يشعر بأنه محترم سيكون أكثر استعدادا لسماعك.